دايما هتلاقي القط بينام جنب صاحبه وقاعد معاه وبيلعب معاه، ولما بيكون مبسوط بيحط ديله عليه، وهتلاقي دايما بيخرج منه صوت اسمه صوت الخرخرة، وده بيدل على ان القط سعيد ومبسوط. ودايما هتلاقي صاحبه لما بيدخل البيت هتلاقي القط بيجري عليه وبيلعب معاه. لكن في الحقيقة الموضوع أكبر من الصداقة أو العلاقة بين القط والإنسان. دي حكاية أكتر من 7000 سنة. وهنا بقى يا عم البلد، بيقول المؤرخ اليوناني هيرودوت، وده بيسموه أبو التاريخ، إن المصريين القدماء كانوا بيحلقوا حواجبهم لما بيموت القط بتاعهم، عندهم كنوع من أنواع الحداد والحزن. فكان المصريين القدماء بيحترموا القطط احترام شديد جدا، لدرجة إنهم كانوا بيعتقدوا، هم اللي بيعتقدوا والعياذ بالله، إن الآلهة وحكامهم والقطط متشابهين مع بعض في صفات كتيرة.